كان المساء ملطخا بالريح، والمتسللون إلى العشاء ثلاثة وحمامتان، ومقعد خال تربع فيه قط الليل، ينظر تارة نحو الحمام وتارة نحو المدى المرخي في شباكه. جلس الفتى الينبوع في كرسيه تعبا، وأطلق زفرة حمراء، ما أقسى الحياة وأتعس العشاق. السيدات والسادة عشاق الكلمة والشعر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المميز الذي ينظمه بيت الشعر العربي، بيت الست وسيلة، وفي ضيافة شاعرنا الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. في هذه الليلة الشعرية الفريدة نلتقي بكم مع كوكبة من شعراء العالم العربي، احتفاء بشاعر كبير ترك بصمة خالدة في الأدب العربي، شاعر تألق بإبداعه وتميز بجماليات نصوصه التي امتزجت بروح الحياة ومعاني الإنسانية العميقة. نرحب بكم جميعا في ليلة الشاعر محمد علي شمس الدين، شاعر الأصالة والحداثة، الذي أبحر في عالم الكلمة ليمنحنا أروع الصور الشعرية وأصدق التعبيرات الإنسانية. فمرحبا بكم في هذا المساء الثقافي الراقي، حيث نعيش معا لحظات من السحر والجمال، ونتذوق عذوبة الشعر الذي لا يخبو وهجه. دعونا نستعد للاستماع إلى أصوات شعرية مميزة جاءت لتشاركنا هذه الأمسية بقصائدهم الرائعة. محمد علي شمس الدين أحد أعلام الشعر العربي الحديث، تميز بصوته الشعري الفريد الذي يمزج بين التراث والحداثة، بين الرمزية والبعد الصوفي، ليشكل تجربة شعرية تحمل طابعا خاصا يعكس عمق التأمل الإنساني والوجداني. إن إقامة أمسية بعنوان ليلة الشاعر محمد علي شمس الدين في بيت الست وسيلة هو بمثابة احتفاء بروح الشعر وتكريم لمسيرة هذا المبدع الذي أثرى الأمة العربية بنصوصه التي تأخذ القارئ في رحلة بين الماضي والحاضر، بين الذات والوجود. ولد الشاعر محمد علي شمس الدين عام 1942 في قرية بيت ياحون بجنوب لبنان، ودرس في الجامعة اللبنانية حيث حصل على الدكتوراه في التاريخ. إلى جانب الشعر كتب مقالات ودراسات نقدية، وكان متأثرا بالتراث العربي والإسلامي، إضافة إلى الأدب العالمي الذي استوحى الكثير من أعماله من البيئة اللبنانية والتراث الصوفي والإسلامي، كما كان متأثرا بالشعراء الكبار مثل المتنبي ورامبو. وأبرز دواوينه قصائد مهربة إلى حبيبة آسيا، وغيم لأحلام الملك المخلوع، أناديك يا ملكي وحبيبي، الشوكة البنفسجية، ممالك عالية. كل هذه الأعمال وغيرها تبرز ملامح تجربته الشعرية. وترجل الفارس عن حصان الشعر عام 2021 تاركا لنا إرثا كبيرا من القصائد والدواوين المتميزة. ونبدأ أمسية الليلة مع الشاعر سعيد بوكريت من المغرب، فليتفضل. الشاعر سعيد كوبريت ترجم شعره إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويتفضل. تفضل أستاذنا. وهو إعلامي كبير ويعني غني عن التعريف. نحن لا نريد أن نطيل التقديم ليسمعنا شعره الراقي. تفضل أستاذ. شكرا. مساء الخير. مساء ممهور بعطر فواح، بتوابل عربية
وحتى أخرى أندلسية، لأن ضمن أضمومة هذا الاختيار هذا المساء في الديوان الشعري ثمة بوح من الضفة الشمالية الإسبانية. بغامر الفرح وسامق الانتشاء أشكر زميلي الإعلامي البارع والشاهق شعريا سامح محجوب، بسماحته ووداعته استطاع أن يستعير من خيوط ونبل الفعل الثقافي وأن يصنع هذا المساء بفرح وببهجة. وكيما هو هذا الفرح حينما سنستظل الليلة وهذا المساء بصاحب مملكة منتصف الليل آخر الكبار، يأتي إلينا هذا المساء يتوسل ويتوسد زاد علومه ومعارفه لطيلة 6 عقود. كان يرسم لنا في المخيال العربي وفي الذاكرة الشعرية العربية كثير من الرقد الجميل وكثير من الوهج البراق. شكرا لك سيدي عبد المعطي حجازي لأنك هنا معنا، لأنك تعمد الديوان الشعري هذا المساء. لا يخفى عليكم أيها السادة أيها السيدات زملائي زميلاتي المنتسبين لفارع شجر القول الإبداعي الشعري في المنطقة العربية أن القصيدة المغربية اليوم لم تظل مقيدة بمكنوناتها ومكوناتها التقليدية الكلاسيكية، بخيال جامح وتحليق أدبي إبداعي رسخت اليوم مكانتها اللائقة في ديوان الشعر العربي بأعمار وأجيال مختلفة، بنكهات خيال واستعارات ومجازات مغايرة. ولربما هي تستمد اليوم وتستعير من جغرافية شعرية كونية إنسانية الشيء الكثير، وهذا ما يجعلها لها من الخصوصية والاستثناء في مجال التحديث أكثر من تجربة شعرية أخرى. اسمحوا لي أن أفتتح اللقاء بقصيدة تحت عنوان لا تسافر مثل حقيبة. وأعتقد أن القصيدة اليوم لم تعد قصيدة البوح والإفصاح عن شعارات رنانة في زمن سقوط اليقينيات وانكماش الجغرافيات، في زمن الفردانيات، وهم ربما يقولون عنها زمن العولمة الثقافية. لذلك فالفرد اليوم يستكين إلى ذاته الجريحة المكلومة ليكتب قصيدة رنانة بالرومانسية الكلاسيكية التقليدية. وأعتقد أن هذا النص بتواضعه في هذا السياق وبهذا الاختيار. لا تسافر مثل حقيبتي. لا تسافر مثل حقيبة واعبر الجسر ما بين نبع ونخلة كأنك أعمى، فالضفة الواحدة لا تكتب سيرة النهر حين يعانق موته المالح. لا تسافر مثل حقيبة ربما تطفو خسارتك كجثة على وجه الماء، وربما تزل خطاك في المكان الخطأ، ولن تسعفك المسافات بالمحاولة،
بعدما تحس المحطات بالملل، فلا شيء في الحب يضمن وفاء الليل. لا تسافر مثل حقيبة بلا موعد، بلا عتب، بلا ذاكرة، بلا ترتيب لما يلزم المدى، فقد تكون كطائر يسقط ويسقط على جناح الوقت، ولن يتعلم التحليق أبدا. لا تسافر مثل حقيبة غريبا كماء في رمل الصحراء، كصبار حزن، كتاريخ نقي، كنبي، كرقم على شاهدة قبر. تمهل تمهل، فالماء الذي في قربتك لن يكفي طول رحلتك. تمهل، ربما تكون أنت الطريق، وربما إليك تصل. النص الثاني الأخير، وهو من مجموعة الشعرية الأخيرة: أرق من عناق، أو أرق من عناق، يجوز الوجهان. وفي مستهله أو عتبته: كان علي أن أسقط في الطريق لأصل إليك، إنها بساطة الماء حين يعلن الضوء للضوء مشاعره، لا مسافات آمنة بيننا الآن في هذه الآصرة. ماء رحيم يغسل قلبي بلسانه المالح ويصرخ عاليا: صدقني أيها الشاطئ القديم، لست الآن أكثر من صدى موجة. ظلالك بلا عودة كأنها طريقة الأوركيدا المتهورة في الموت، من يغفر لها الآن مواسم التيه وحب الريح. ظلالك الآن تحلق بلا أجنحة، لا مجد ولا حب ولا رغبة، مثل ضوء في غيمة، قلبه ينام يفتح ذراعيه المورقتين لحلم في منتصف الموعد. كم من حرائق شعلتها رسائلك، لا ماء ولا كلمات لإخمادها. الموت الحب صمت بيننا، ملاءاتنا البيضاء وسائدنا الضاجة بالحكايات. الموت الحب متوتر من عيون الستائر تحجب حقيقتنا، خجول أمام المرآة. الموت الحب بارد في غرفة نومنا. الموت الحب ينشد مع سيلين ديون: When I need you. أنت فقط على بعد خفقة قلب. وكم مرة عبر الجسر بين نقيضين، جرح وأزاهير، عطر وعذابات. وكم مرة أنداح في المجاهل يرسم ألوان المستحيل وقدرة المعجزات، وخطوط التقاء الأسى والهوى، الوجد والظنون. وكم مرة قايد البحر الليل بخرائط النجاة، وكم مرة أعلن على الإشهاد محنة المريد. شكرا على جميل الاستماع. نشكر شاعرنا
على هذه القصائد المميزة. والآن ننتقل إلى ضيفة عزيزة جاءت من بلاد الأندلس من إسبانيا لتشاركنا هذه الاحتفالية مع الشاعرة الإسبانية إليسا رويدا، يترجم لها الدكتورة رحاب وهدان، فليتفضل. Salam alaikum. Shukran, Poetry's House. Shukran, Doctora Rehab, for translate my poems in Arabic. La respuesta en tus manos. Yo, que amo tanto las palabras, hoy no las invito, celosa de que les dé el aire y vuelen y ya no sean mías y otras voces las desgasten o yo misma las arañe. Las guardo en una libreta, protegiendo el hechizo. Es mi cuerpo el que hoy habla. ¿Y si fueran tus manos las que respondieran? La pregunta en mis ojos, la respuesta en tus manos. الإجابة بين يديك. أنا التي تعشق الكلمات كثيرا، اليوم لا أدعوها، أحرص على إطلاقها في الهواء فتطير ولا تعود ملكا لي، وأصوات أخرى تنهكها أو أنا نفسي أخدشها في كراس أحتفظ بها لأصون السحر. إنه جسدي الذي يتحدث اليوم. وماذا لو كانت يداك صاحبتي الإجابة؟ السؤال في عيني، الإجابة بين يديك. Mareas sin nombre. De tanto mirar al océano, erosiono mi propia costa. Cuando el mar se hizo agua sin alma entre partículas de piedras mojadas, mi sangre atlántica se derramó en el fondo marino de un poema sin título. Suprimido el cielo y el horizonte, quedaba un espacio restringido a mareas sin nombre, olvidadas de luna. La pleamar avanza rápida en columnas de olas que rompen con furia contra la arena. El estruendo carga mis venas de marea nocturna y vuelve a latir mi corazón de caracola. موجات مد وجزر بلا اسم. من قسرة النظر إلى المحيط أنخر ساحلي الخاص، فيصير البحر ماء بلا روح بين قطع الأحجار الرطبة. سال دمي الأطلسي في قاع لقصيدة بلا عنوان. مع اختفاء السماء وأفقها كل ما تبقى هو مكان لموجات مد وجزر بلا اسم، تلك التي نسيها القمر. يتقدم ذلك المد العالي بسرعة، أعمدة من الأمواج، أمواج تنشطر باندفاع على الرمال. تلك الضجة تشحن أوردتي، يمتد ليلي، ومن جديد تنبض تلك الصدفة في قلبي. En algunos poemas me gusta situar la atmósfera en la que escribí el poema. Este poema que voy a leer es el que da título a mi último libro, Las últimas cerezas. Y todo vino porque a mí me gustan mucho las cerezas. No sé si aquí os gustan las cerezas. Y en mi huerta tengo árboles frutales. Había estado en un viaje en el que hice fotos maravillosas, muy bonito. Pero cuando llegué a casa y yo creía que ya no había cerezas, en un cerezo, en una rama escondidas, estaban las últimas cerezas. Y aquello me llenó de emoción, que me estuvieran esperando, porque la emoción la tenemos siempre muy cerca y no la vemos.
الشاعرة بتقول إن هي بتحب تنقل الأجواء المحيطة بها دايما في شعرها، وفي القصيدة اللي هتقولها دلوقتي هي بتحب ثمار الكريز، فهي مش عارفة إذا كان حضراتكم بتحبوها أو لأ. وبتقول كانت في رحلة خارج بلدتها، ولما رجعت هي كان المفروض إن مفيش على الأشجار اللي في الحديقة بتاعتها ثمرات كريز، ولكن وهي جالسة لقت في فرع نازل منه ثمرة واحدة، فهي اعتقدت إن هي كأنها في انتظارها، وحست إن في إثارة، والإثارة دي ممكن تكون في أبسط الأشياء وأقرب الأشياء لينا، يعني مش مجرد إن هي محتاجة إن احنا نقطع مسافات ليها. Las últimas cerezas. Hoy me han sorprendido las últimas cerezas, jugosas, brillantes, escondidas entre las hojas, habían pasado desapercibidas para los pájaros. No he encontrado la maravilla en la artificialidad. Ver un monumento desde la piscina en la terraza de un hotel de lujo fue solo una foto retocada. La emoción no espera escondida en la portada de revista de una agencia de viajes. Miro hacia atrás. He buscado Olimpos en el azogue de los sueños, encontrando paraísos artificiales henchidos de cárcel y cadenas. Hoy, cuando ya no esperaba encontrar nada, distraída, he mirado entre los cerezos y allí, agazapada entre las hojas, me asalta la emoción en el milagro inesperado de que aún quedaran brillantes, hermosas, las últimas cerezas. ثمرات الكرز الأخيرة. اليوم فاجأتني ثمرات الكرز الأخيرة، غضة براقة مختبئة بين الأوراق، لاهية عنها العصافير. لم أجد المعجزة في الاصطناع. رؤية نصب تذكاري من حوض السباحة على الشرفة بفندق فاخر كانت مجرد صورة مرممة. الإثارة لا تنتظر مختبئة على غلاف مجلة لوكالة سفريات. أنظر إلى الوراء. حدث أن بحثت عن جنات في زئبق الأحلام لأجد فراديس اصطناعية مليئة بسجن وسلاسل. اليوم عندما لم أعد أنتظر العثور على شيء، ساهمة نظرت بين أشجار الكرز، وهناك قابعة بين الأوراق تنتابني الإثارة في المعجزة غير المنتظرة التي بقيت فيها للآن براقة ورائعة، ثمرات الكرز الأخيرة. Para finalizar, también voy a situar el poema, aunque hay a personas que no les gusta, pero yo creo que se entiende mejor ver la situación de cuando hemos escrito un poema. Yo vivo en el País Vasco, Basque Country, y allí la naturaleza es la reina del paisaje. En otoño se caen las hojas de los árboles y para mí es un momento especial ver cuando empiezan a caer las hojas y esa danza que tiene la hoja hasta que llega al suelo, para mí es muy motivadora. Se titula Tengo un sueño. هي الشاعرة بتقول إن هي حابة إن هي تتكلم عن الجو اللي بيحيط بالقصيدة، مع إن بعض الأشخاص ممكن ما يكونش يعجبهم إن إحنا نفسرها أو نقول الأجواء اللي أحاطت بالقصيدة، ولكن هي القصيدة اللي هتقولها دلوقتي هي بعنوان لدي حلم، وهي بتعتقد إن هي في أجواء الخريف، منظر الأشجار، منظر الأوراق الأشجار وهي بتتساقط، ده بيحيط بنوع من الإثارة ليها يعني. Tengo un sueño. La hoja, anticipándose al otoño, con alas de trapecista, parece volar, suspendida en el aire, en una danza efímera, sin viento, sin remolinos, colgada de un invisible hilo de araña, mientras no llegue al suelo y continúe su movimiento, vivirá su sueño de mariposa. Siempre estará el suelo, lecho de zarzamoras, esperando. ¿Cómo no vivir ese instante de felicidad
aunque sea colgando de un hilo de araña. Yo también tengo un sueño. لدي حلم. ورقة الشجر وهي تسبق الخريف بأجنحة بهلوان العقلة تبدو كأنها تطير معلقة على الهواء في رقصة عابرة بلا رياح وبلا دوامات، متعلقة بخيط عنكبوت لا مرئي ريثما لا تصل إلى الأرض وتواصل حركتها ستعيش حلمها كفراشة. دائما ستظل الأرض فراش توت العليق في حالة انتظار. كيف لا تعيش لحظة السعادة تلك مع أنها متعلقة بخيط عنكبوت؟ كذلك أنا لدي حلم. شكرا. مع شاعر رحال بين قارتين أو 3 قارات، الشاعر اليمني أحمد الفلاحي. هو شاعر وباحث أكاديمي يمني الأصل يقيم في السويد، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والسويديين، وصدر له عدد من الدواوين منها السقوط في الغيبوبة السامرية، وللعبير أنياب، وأقتني شفتيك، وقنينة حرب. فليتفضل الشاعر أحمد الفلاحي. حمتم مساء بالحب أيها الناس أنتم الشعراء. أجدد شكري لبيت الشعر في مصر والأصدقاء وأبارك لهم هذا التألق. وأنا أتحدث للضوء أهمس للشمس آلهتنا القديمة ألا تخذل اليمانيين، فهي تعرف أننا ما زلنا نحمل صبر الصخور ونتنفس الحقول، وأن خطانا رغم ثقل المسافات ما تزال تسعى نحو الخلاص. وأنا أتحدث للضوء أفكر في معنى النهار، كيف ينساب عبر الأزقة مثل حلم خجول بين الظل والحقيقة، لا شيء يدوم. هذا ما أخبرتنا به الحرب، ما أغدقته لنا الحقول، وما صمتت من أجله الجبال حين يعلو صوت الريح. ومع ذلك الضوء ليس وعدا بالخلاص، إنه الخطوة الأولى نحو البدايات تمنحه الحياة إلى من يملك الجرأة أن يفتح نافذة على العالم وأن يقف عاريا أمام السؤال. النص الأخير: قهوة لا تسكب تشبه الصمت. الصمت أن تحاصر نفسك بارتكاب الأشياء. كل شيء في هذا العالم يزهر مرتين، مرة في رحم الغياب، ومرة حين يموت الظل على يد الضوء. العالم كذبة تتنفس، والكذبة ليست إلا ذاكرة قديمة. كل وهم يحمل حقيقة صامتة، والحقيقة ليست إلا انعكاسا مشوها للرغبة. عباد الشمس تموت واقفة، تعاند الجاذبية في رقصتها الأخيرة، لكنها لا تعلم أن الحياة ليست سوى طريق يشق ذاته نحو العدم. كل تدوير خيانة للأصل، كل تدوير خيانة للأصل، كل حركة اغتراب عن ذاتها. الماء لا يهمس للتراب مطلقا، بل يبتلعه برغبة عطشا، كأن الموت هو الذي يرشد العطش إلى فم الأرض. أيها الغارق في الوهم، احمل حقيبتك واصعد على ظهر الغيم. لا وجه للريح سوى أن تعلمنا الفقد، ولا مرافئ سوى صدورنا.
الموت ليس النهاية، إنه مجرد نقطة تتوقف لتعيد رسم الخطوط الحياة، وكل شروق ليس إلا شهادة ميلاد جديدة للظلام المستبد. شكرا جزيلا. ومن اليمن ننتقل إلى المملكة العربية السعودية والشاعر السعودي محمد الدميني، وهو مواليد قرية محضرة في منطقة الباحة عام 1959. أسهم في تحرير ملاحق صحفية وثقافية، وعمل رئيساً لتحرير مجلة دارين ورئيساً لتحرير مجلة القافلة، وصدر له عدد من الدواوين منها أنقاض الغبطة وسنابل في منحدر وغيرها. فليتفضل شاعرنا. مساء الخير جميعا، وشكرا لحضوركم. ويزداد فرحنا هذه الليلة لأننا تحت مظلتي شاعرين كبيرين هما أحمد عبد المعطي حجازي ومحمد علي شمس الدين رحمه الله. حائط. لا تستند على هذا الحائط يا صديقي، ليس صلبا بما يكفي لرد أذى النبال، ولا سميكا بما يكفي لامتصاص زنخ الأذهان، ليس سوى حائط لطخته الطيور وتركته ينوء تحت أثقال الكلمات وهسيس الضمائر. اتركه يا صديقي واقفا يستظل به فلاح عابر، سرقوا فمه منذ أن أوصدوا غناء السفوح. إنه حائط لم يؤذ حتى الأشجار التي تعالقت عليه، كان له قلب لكنهم ردموا حوله الهضاب. لا تهزه بعنف ولا تتسلقه خادشا وحدته، فليس وراءه سوى المقابر. خضر عنيزة. وعنيزة كما تعرفون هي لها قصة شهيرة مع امرؤ القيس رحمهم الله. هذا السطر طويل أقيسه بالأمتار فلا أبلغ نهايته. على ضفتيه نائحات يبكين مستقبلا ما، أزهار لا يقطفها العشاق، شعراء يغلقون نوافذهم لكي ينساهم العالم، أشجار تكنز عصافير الليل، رعاة يحمون أغنامهم بالأغاني لكي لا تقطع طريقهم الذئاب. هذا السطر ينام بين أصابعي، أوقظه فيرى الكلمات الحاقدة التي لم يرددها الطغاة، ويهبط كالغزال الشريد إلى الأودية الآثمة. يخبرني أن امرؤ القيس كان رفيقه، وقد أهداه قصيدة عن الحذر وعن مخاوف الصحراء الساكنة وعن خدر عنيزة الذي كادت تطيح به القبل. تحت هذا السطر قبيلة تبكي غزلانها ولم يبقى من المفردات ما يرثيها. رجل قديم لم تعد تزورني الكوابيس، كبرت قليلا
وها أنا ذا أتسكع في حقول نومي المقطع لكي تخضر شهواتي البعيدة. لا تقترب من هذا الليل، لا تصرم حشائشه ولا توقظ الهاجعين فيه. اتركه أعزلا تغرد فيه طيور ضالة وأحلام لم تعد تستيقظ. في الماضي كان لي رأس تترنح فيه الأحلام، وحين أنساه في الحديقة المجاورة يحمله الحارس ويعيده مجللا بالتعاويذ. أمام البحر رجل قديم يداعب القطط التي تلتقط قوتها بين الصخور الكسولة وتسخر من دفئه الفائض. شكرا لكم. نشكر الشاعر محمد الدميني على هذه القصائد الرائعة. والآن ننتقل إلى العراق مع الشاعر العراقي الكبير عبد الكريم قاصد، الذي ولد في البصرة عام 1946. حصل على ليسانس في الفلسفة من جامعة دمشق سنة 1967، وعمل مدرسا لعلم النفس واللغة العربية في العراق والجزائر، وغادر العراق إلى الكويت هاربا على ظهر جمل. ترجم شعره إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وأصدر أكثر من 80 كتابا في مجالات ثقافية شتى، وأقيم باسمه مهرجان المربد سنة 2016. فليتقدم إلى المنصة. لازم تواريخ في ميلاده سامحنا لو قلت على قصة الجمل. ايوه مشهورة. حييتم مساء، سروري بكم جدا. سأقرأ قصائد قصيرة. ما من خطأ، ما من خطأ، ما من خطأ لكن أخطأت. ما من خطأ لكن أخطأت. حين قصدت البحر، حين قصدت البحر فألفيت الصحراء. حين اجتزت الصحراء، حين اجتزت الصحراء فقابلك الوحش. حين هزمت الوحش فنادتك الحسناء. حين حضنت الحسناء فألفيت رمادا. ما من خطأ لكن أخطأت. اللعنة على لا مو عفوا على الانترنت وعلى نعم. أردت أن أقف على البحر، أردت أن أقف على البحر مثلما أقف على اليابسة. أردت أن أقف على البحر مثلما أقف على اليابسة، سائرا فوق حيتانه وطواطمه وقتلاه، لكنني غرقت. وها أنا
وها أنا أقبع في زاوية من البحر، تمر بي طماطم حيتانه وطواطمه وقتلاه، لا أرى من السفن غير أسفلها، ومن الطيور غير ظلالها، ومن البشر غير أصواتهم، ومن الماء غير الماء. قصيدة بيضاء. أحيانا أتذكر سوقا خضراء، أحيانا أتذكر سوقا خضراء، نهرا أبيض، أشجارا بيضاء واجهة تلمع، فرنا للخبز يضيئه وجه امرأة، طاولة في مقهى من مترين، وبقعة ضوء تهرب. من كان يحدثني؟ من كنت أحدثه؟ في أي زقاق في الأرض؟ وذاك الشارع مسقوفا كان ترى أم مغتسلا بالشمس؟ وفي طرف الشارع أتذكر فرسا بيضاء تكاد تطير، وطيرا أخضر مد جناحيه. أكان حقا والساحة تلك أتذكرها؟ امرأة تلمس كتفي وتسير ها ها ها. مديح. الجميع يتقاعدون، الجميع يتقاعدون، المغنون حين يهرمون، الجنرالات حين تلوذ حكاياتهم بالأدراج وخزائن الحرب، العرافون وقد انقرضوا، الموسيقيون وقد ارتجفت أصابعهم، العشاق حين تذبل أزهارهم من الانتظار، البغايا حين تجف حلمتهن. الجميع يتقاعدون إلا الشاعر وهو يهمس في أذن الأبدية العجوز الصماء أشعاره الباقية. أقرأ قصيدة عن الصداقة. ربطتني صداقة درسنا سوية في الجزائر، أنا وشاعر وصديق بلجيكي اسمه كومان، وكان مسيو كومان كان عنده مشاكل كثيرة سياسية وخاصة فكتبت هذه القصيدة يعني في ديوان الأول، هو هذا يعني هذا. كان رحيل مسيو كومان كان ينام ميتا، كان ينام ميتا في الغرفة المجاورة. كان ينام ميتا في الغرفة المجاورة، ينهض في كل صباح من سريره، ينهض في كل مساء من سريره. نقتسم الخبز وكسرة المسامرة، كان لطيفا حسن المعاشرة. تحزنني
عيونه البيضاء، وحينما يضمنا المساء وتستطيل الضحكات يهتز مثل ورقة، يدير في كل الجهات عيونه الممزقة. أرى على فراشه كل صباح دمعتين، كل صباح، لكنني رأيته هذا الصباح واقفا بين حقيبتين. أدار في وجهي عينيه وسار دونما مصافحة. ودعته حتى نهاية الطريق، وحين عدت دونما صديق شممت في غرفته رائحة. خلاص الوقت عن كفافي، عن بيت كفافي، لأن من ديوان إلي عن مصر، عن مصر هذه يعني. نعم، أو أكتفي لأن زملائي أيضا. لا والله. قرابة لي. لا صعب الانترنت ايضا. نشكر الشاعر الكبير عبد الكريم قاصد، ونجدد الترحيب بالسادة الكرام والشعراء الكبار في ليلة الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين، ونجدد الشكر إلى شاعرنا الكبير أحمد عبد المعطي حجازي على مشاركتنا في هذه الاحتفالية. ومن العراق إلى سوريا مع الشاعر عبد القادر الحصني، هو شاعر سوري من مواليد حمص عام 1953. درست بعض قصائده في الجامعات السورية والعربية والأوروبية، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات والاحتفاليات الكبرى. صدر له عدد من الدواوين، منها بالنار على جسد غيمة، والشجرة، وعشق آخر، وكأني أرى، وغيرها. فليتفضل شاعرنا الكبير. مساء الخير. أنا سعيد مرتين، مرة لأنني بينكم، لا سيما أستاذنا الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، ومرة لأن هذه الأمسية باسم محمد علي شمس الدين. محمد علي شمس الدين صديق، وبيني وبينه عقود من الزمن على الورق، وبيني وبينه على الأقل 10 سنوات في المعايشة في بيروت، وبيني وبينه عالم كبير. وأنا مدين له بأنه قد أهداني قصيدة من قصائده في ديوانه الأخير، جعلها مهداة إلي. ولو كان الزمن يتيح لي عندما بلغت من أجل هذه الأمسية لأعددت شيئا باسمه، ولكن الوقت لا يسع وأنا لا أستطيع أن أكتب سريعا، فالأقرأ شيئا أتوهم أن روحه إذا كانت موجودة ستكون مسرورة. إذا أيقنت أنك لا تجارى فحاذر مع يقينك أن تجاري، وجز حتى غيابك مثل نجم
توخى أن يكون بلا مدار. وخل لكل طالعة سناها ليخطبها الشبيه من الدرار. بهارج ما لمثلك بهرجتها فنون الناشطات، وأنت داري بأن بعد العشية لا عرار ولا قبل العشية من عرار. فكن والشعر دالية وخمرا معتقتين من ماء ونار. ودر بين الندامة مثل شمس رداؤك ما يرون وأنت عاري. ودر بين الندامة مثل شمس رداؤك ما يرون وأنت عاري، إلى أن يستبيك ويستبيهم نهار من نهار في نهار. فما لك والذين توسلوها بزرع واقتطاف واعتصار، وما لك والذين توهموها تخبأ بالخواب والجرار، وتكتب بالحروف على سطور مؤقتة كترقيش الغبار. فأنت أخو لذاذتها المعنى وقطعان الأيائل والبرار. فأنت أخو لذاذتها المعنى وقطعان الأيائل والبرار. عبرت زيارة بهم فدعهم ليعلوا قبة فوق المزار. عبرت زيارة بهم فدعهم ليعلوا قبة فوق المزار. فقد كسدت بضاعة بائعيهم وسود الخمر ليس لهن شاري. فقام مبهرج منهم وغنى للمليحة بالخمار. بلا صلصالتي جفت وآلت إلى يبس يؤول إلى انكسار. بلا صلصالتي يبست، بلا صلصالتي جفت وآلت إلى يبس يؤول إلى انكسار. وما دهر وحين منه إلا دهير سوف يبلى باندهار. فأي المازحين عليك أرسى لعرشك أسه والجرف هاري، وأي الخادعيك حباك قفلا ومفتاحا وما من باب داري. فهونا لا تطاولني، تطاول مدى دهري بأيام قصار. وتتعب إن لحقت بنا فتعيا بمجنونين لجا في السفار. فقد يمضي على عجل وأمضي ولا أحد هنالك في انتظاري. قادر تمام جيد يا زين. هاي عظيم. نعست أنجم وهوم سمر. يا ترى الآن أنت مع من ستسهر؟ نعست أنجم وهوم سمر. يا ترى الآن أنت مع من ستسهر؟ مع هذه الطريق أقوت من الناس، وإما مشيت
تصبح أقصر. أما على المستريب من شجر الليل يراني شيئا مضى يتعثر، محض شيء ولا يلام على الشك، فلا جذر لي ولا أنا أخضر. محض شيء ولا يلام على الشك، فلا جذر لي ولا أنا أخضر. قيل في الخمر ما يسلي ويسلي، قلت هذا يصح لو كنت أسكر. هم يعبونها فينسون ما كان، أنا إن شربتها أتذكر. ذكريات هم يعبونها فينسون ما كان، أنا إن شربتها أتذكر. ذكريات مشوشات كهذا الليل تخفى، ليت لليل قلب بنت حلال. إن تكدرت وجهها ما تكدر، تحتويني بما أنا من عناء، مطلق كالإله لا يتصور، وتريني ما بين أنقاض روحي وردة للنقاء لما تدمر. شكرا. نشكر شاعرنا على هذه القصائد الجميلة. والآن ننتقل إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى مع الشاعر علي الحازمي، وهو من مواليد عام 1970 في منطقة جازان جنوب المملكة. وشارك الشاعر في إحياء أمسيات شعرية في العديد من البلدان حول العالم، وفاز بعدد من الجوائز العربية والعالمية. لا يتسع المجال ما شاء الله لذكر الجوائز، لكن نقول منها جائزة أفضل شاعر دولي عام 2018، وله 5 دواوين: بوابة للجسد، وخسران، والغزالة تشرب صورتها، ومطمئنا على الحافة، والآن في الماضي. فليتقدم شاعرنا علي الحازمي إلى المنصة. مساء المحبة والشعر. في البداية أود نشكر الأصدقاء في بيت الشعر العربي على هذه الاستضافة الثمينة، وأشكر شاعرنا الكبير على حضوره معنا في هذا المساء. شكرا أيضا لكم لأنكم اقتطعتم من مسائكم هذه الأوقات الثمينة كي تكونوا بيننا. لن أطيل، سأقرأ وحدك دون غيرك. في النوم لا أحد يراك، ولو صرخت بملء صوتك في برار الحلم لا أثر يدل على خطاك، ولو مشيت على حرير الرغبة الأولى لأبعد قبلة الأرض ليس بوسعها أن تستدل على التماعك في تسابيح الغياب. في النوم تغلق باب جفنك في وجوه لم تعد تقوى على تصديق معنى الحب في أحداقها. بيديك تفتح قوة للأمس تنفذ من خلال محيطها لربيع من غمروا فؤادك بالحياة وبالغناء وبالأمل. في النوم يكفي أن تلوح من سريرك للذين تحبهم. في النوم يكفي أن تلوح من سريرك للذين تحبهم كي يهبطوا من غيم ماضيهم ومن نسيانهم. تمضي لسرب سنينك الأولى طليق الروح، لا أفق ضبابي يعيقك في الطريق إلى أقاصيك البعيدة. في النوم ينتصر الخيال على هزائمه ويقتص التمني من مواجعه ومن سجانه. في النوم لا صبح ولا ليل هنالك، تستوي الأوقات في المعنى وفي شغف التأمل في الغياب. في النوم أنت هناك أبعد
من صدى ذكراك، أقرب من تفتح زهرة في حقلها. أنت الأخير الأول الثاني، وظلك في الطريق إلى الحقيقة ثالث اثنين استعاد للتساؤل وجهة منسية. في النوم لن تحتاج بوصلة لتعرف أنك المعني بالأحداق حولك كلما التفتت من الماضي إليك. أنت وحدك دون غيرك من عليه بأن يراقب خفة الأرواح يلمس ريش طائرها البهيج، وأنت وحدك من عليه بأن يحرر ظبية الشجن الأخيرة من كمائن حزنها الآتي ومن أصفاده. في النوم يسهل أن تفتش عن مكان هادئ كيما تبلل ورد روحك بالغمام العاطفي. في النوم لن تحتاج بعد اليوم مفتاحا إضافيا لتدخل بيت من أحببتها عند الهزيع. تأتيك من عزفت طويلا عن وصالك في سنين عذابها، تأتيك من أخفت غرامك في ربيع خدودها الخجلة وفي أهدابها. في النوم يصلح أن تواعد من أردت من النساء لتهتدي لجفون من أسرت صباك برمشها القروي، من ظلت تحبك دون رغبة أهلها. تسري بهيجا في خيالك نحو سر الكوكب المرتاب، في أحداق من أغويتهن على ضفاف الصمت آخر مرة، فلست مهتما لتعرف من تمادت في تجاهل سحرك الآتي من الذكرى. فلا امرأة تقاوم عطرك الذكري في هذا المساء. في النوم يلتف الصحاب على بساط فؤادك الحاني، يزورك من رزقت وداده زمنا، ويحضر من لخطوته انتظرت، لكن ثمة بينهم طفلا غريبا لست تذكره يحدق باهتمام في عيونك كلما أهملته، طفلا غريبا كلما قربت مترا من ملامحه اغتربت، طفلا غريبا ظل يحمل في حدود يديه قنديلا كفيفا لست تعلم سره، وكلما حاولت أن تدنو لتشعل من فتيلته طفأت. أعياك فهم التيه في قسماته، عيناه أشواك من الماضي تهب على جفونك كالسهام الجارحات متى التفت. هو غارق في صمته، وغمام أسئلة يحط على شفاهك كالسراب، فلا اهتديت إلى محالك في البعيد ولا ارتويت. تعبت في مسعاك تهجس بالوصول إلى مشارف صمته المغزول بالألم القديم وما وصلت. لم لا تصدق في منامك كل ليل أنك المنسي في جفن الصحاب، وأن من أسميته الطفل الغريب يكون أنت؟ نشكر الشاعر السعودي علي الحازمي على هذا النص الجميل. والآن من السعودية إلى الإمارات مع الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني، وهي شاعرة وفنانة تشكيلية وعضوة اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتيين ورئيسة نادي الشعر، ولها مقال أسبوعي في الملحق الثقافي لجريدة الرياض. صدر لها تمتمات ولم يعد أمرا ذا أهمية وبعض الأعمال القصصية الأخرى. فازت بجائزة العويس للإبداع عام 2018. فلتتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أسعد لي المرة الثانية أن أكون في هذا المكان الساكن المطمئن وفي حضرة الأستاذ الكبير الشاعر حجازي. مساء الشعر، مساء ناضح بالعطر، لينثال الجمال هنا كدفق النهر. عند الميل 14
يتمدد النهار ليجاوز الطريق والعابرين، ويهادن الظلال. وحيدين سارا خلسة بين المرايا، تلك التي تضاعف التشظي وتزرع المسافات تلو المسافات. وحيدين يحدقان في الذي جمعته الشظايا وبعثرته خطى العابرين وأرخت عليه الظلال. وحيدين جمدهما الذهول كتماثيل جسر تشارلز، شاهدا كل الأشياء، شاهدا حتى التشيؤ ذاته. وحيدين حاولا خداع مفترق الطرق متشبثين بجلديهما، لفظهما الطريق عند الميل 14. في هذا المساء الساكن المطمئن أحب أن أهدي قصيدة إلى والدي الراحل بعنوان إلى أبي. رغم جدلنا الطويل وعمرينا اللذين لم تروهما المناكفات، انفلتت اليد وأجزل الفقد منحته. كان عليك أن تدلني قبل أن ترحل على الدروب التي تبحث عنا وترى كل الأشياء، تمرر السأم والأماني بلا أسئلة، تلك التي ترعى الأقدام المعفرة في هجرتها ولا تتورع عن خفض جناحيها إن هي تنبأت بكبوة أحدنا. الدروب التي أغصانها لا تمد أصابعها في أعين السارحين في الدمع، كما لا تنقر عصافيرها طوق الأحزان على رؤوسنا، ولا شيء فيها يمت لنا بصلة ويسلب انتباهنا زمنا لأمر لم يعد ذي أهمية. أختم بقصيدة كتبتها في عيد ما. ككل الليالي يمضي من ليل العيد هزيع، لا زلنا نعاند الطقس في حوزة الأبراج الفارهة، سهرة مصطنعة وبريق، قهوة في غير موعدها، ندير الأحاديث بثمالة نبيذ عتيق، يجالسنا القمر من خلف الزجاج ينسل إلى قلوبنا، لا ندري أي منا استحوذ على أكثره، بيد أنه يختلس الدهشة ويكثف دمعا مؤجلا في المآقي، رنين أساور، قطع شوكولاتة تذوب في عناقيد، شفاه تبهت، وجع يتصاعد، وميض للجوال الصامت، يصدأ الليل وينطفئ بينما رطوبته تحك النوافذ. شكرا لكم. نشكر الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني على حضورها وعلى هذه القصيدة أو هذه القصائد الجميلة. والآن مع كلمة عن تجربة الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين يلقيها علينا أستاذنا الكبير قولا وفعلا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. تفضل. أرحب بكم في بيتكم. هذا البيت هو بيت الشعر، بيت الشعر
في مصر، وبيت الشعر في المغرب، وبيت الشعر في سوريا وفي العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي اليمن. وفي إسبانيا أيضا بيت الشعر حيث يكون الشعر، والشعر يكون ليس بالضرورة حين نكتبه، إنما الشعر يكون أيضا حين نتذوقه وحين نطلبه، نشعر بحاجتنا للشعر، لأن الشعر حقيقة، ولأن الشعر صدق، ولأن الشعر محبة، ولأن الشعر ماض ومستقبل. أحييكم في هذه الأمسية التي سرني الآن معرفة أنها لتحية ذكرى الشاعر اللبناني الراحل المجيد الصديق العزيز محمد علي شمس الدين. ومحمد علي شمس الدين صديق قريب، التقينا في بيروت، والتقينا في القاهرة، والتقينا في عواصم عربية مختلفة، والتقينا وكل منا وحده يقرأ لشعر الآخر. أحييكم وأحاول أن أتذكر قصيدة طلب الأستاذ سامح محجوب مدير بيت الشعر أن أقرأ قصيدة. سأحاول أن أتذكر قصيدتي. نحت لا، صعب. طردية. الله، تمام، عظيمة. هي من ديوان أشجار الأسمنت على ما أظن. أشجار الأسمنت، أيوه مظبوط. هو الربيع كان واليوم أحد، وليس في المدينة التي خلت وفاح عطرها سواي. قلت أصطاد القطا، كان القطا يتبعني من بلد إلى بلد، يحط في حلمي ويشدو، فإذا قمت شرد، حملت قوسي وتوغلت بعيدا في النهار المبتعد أبحث عن طير القطا.
حتى تشممت احتراق الوقت في العشب ولاح لي بريق يرتعد. كان القطا ينحل كاللؤلؤ في السماء ثم ينعقد مقتربا مسترجعا صورته من البدد مساقطا كأنما على يدي مرفرفا على مسارب المياه كالزبد. صوبت نحوه نهاري كله ولم أصد. عدوت بين الماء والغيمة، بين الحلم واليقظة، مسلوب الرشد. ومذ خرجت من بلادي لم أعد. طبعا ليس أسعد مني أحد بهذه الليلة العربية الدولية الكبيرة التي شرفت فيها بسماع هذه الأصوات العظيمة، وختمنا بشاعرنا الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، مؤسس ورئيس هذا البيت العريق، بيت الشعر، ذلك المعبد الشعري العريق العظيم. واسمحوا لي أن أقدم لكم مقدم الأمسية الشاعر شريف رشاد ليختم هذه الأمسية بقصيدة له شاعرا الآن وليس مقدما لكم الأمسية. تفضل شريف. شرف كبير في حضور يعني أستاذنا تربينا على شعره من ديوانه الأول إلى آخر نصوصه، فشرف ما بعده شرف. وفي حضور أصدقائي من كبار الشعراء والضيوف، فأشكر بيت الشعر وأشكر الشاعر سامح محجوب على هذه الفرصة. لما عطش الجيم المصرية الجيم العربية حكم الشغل انت. سأقول قصيدة بعنوان المسامير. قال لي في وداع أخير تشبث بحلمك، كن كالمسامير تلك التي طورت نفسها فتماشت ودارت بموضعها فتحاشت على الرأس مطرقة باطشة. المسامير شيئان تخشاهما في الحياة، انحناء الرؤوس، احتلال الصدأ. المسامير كم سبها سائق وهي كانت تضحي بسن أثير لتكبح سيارة طائشة. المسامير شرط ارتباط متين وعمر بقلب الجدار انطفأ. المسامير كم مزقت دون قصد ثيابا لكي لا نغيب ونتركها فتبيت بدمعاتها جائشة. المسامير ثابتة في مواضعها، ربما تنحني تتدلى فتحمل ثوبا وتغلق بابا، ولكنها حين تنزع ندرك حجم الخطأ. المسامير حرف على صفحة الطين خط بها كاتب هامشة. المسامير حرف على صفحة الطين خط بها كاتب هامشة. شكرا. شكرا. أختم هذه الأمسية الأحد القادم في مثل هذا الموعد. نحن على موعد مع أمسية أخرى دولية وعربية في هذا البيت، ولكن هذه المرة على شرف الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر. هي ليلة حسب الشيخ جعفر الأحد القادم 2 فبراير
واهلا بكم، نورتم بيت الشعر، وشكرا لحضراتكم هذه الامسيه.